هل سبق وأن فكرت في أماكن لا ترغب في زيارتها حتى ولو سمعت عنها؟ هناك أماكن تثير الرعب في النفوس، وأحداث غامضة لا يستطيع أحد تفسيرها، جعلت كل من دخلها لا يعود مرة أخرى. اليوم سنأخذكم في رحلة مخيفة إلى أكثر الأماكن رعباً في العالم. هل أنتم مستعدون؟ بربيات أوكرانيا. في عام 1986 شهدت مدينة بريبيات كارثة تشيرنوبل النووية، مما أجبر السكان على الهروب وترك المدينة مهجورة. ما زالت المدينة اليوم مهجورة بشوارعها الخالية ومبانيها المدمرة، كأن الزمن توقف فيها. يقول الناس إن المدينة تحمل لعنة مخيفة، وفي منتصف الليل يروي من يجرؤ على المشي هناك عن أصوات غريبة وظلال تتحرك، وكأن روح المدينة ما زالت حاضرة. غابة أوكيغاهارا اليابان. تقع غابة أوكيغاهارا عند سفح جبل فوجي، وتعرف بغابة الانتحار. لسنوات عديدة أنهى الكثير من الناس حياتهم داخل هذه الغابة. بظلها الكثيف وصمتها المطبق أصبحت من أكثر الأماكن رعباً في العالم. يروي الزوار أنهم تاهوا وسط الأشجار وسمعوا همسات غريبة. الغابة تمتلئ بصمت الموت واليأس. جزيرة بوفليا، إيطاليا. تقع جزيرة بوفليا بالقرب من مدينة البندقية، وكانت عبر التاريخ مكاناً لحجر مرضى الطاعون وعلاج المرضى العقليين. عانت الجزيرة من الكثير من الألم والوفاة والتعذيب، مما جعلها من أكثر الأماكن رعباً في أوروبا. حتى اليوم يعتقد من يزور الجزيرة أن الطاقة الشريرة ما زالت تسكنها. نفق ترانس أليجيني، الولايات المتحدة الأمريكية. كان نفق ترانس أليجيني في فرجينيا الغربية سابقاً سجناً، وعاش فيه العديد من السجناء في ظروف مروعة. يروي من يمشي في أروقة النفق المظلمة سماع همسات وأصوات خطوات ورؤية ظلال غريبة. المآسي والمعاناة التي وقعت هناك ما زالت محسوسة في كل زاوية. بودامين مور، إنجلترا. تقع بودامين مور في شمال غرب إنجلترا، وهي منطقة واسعة مهجورة. اختفى العديد من الأشخاص هناك فجأة، أو ماتوا بطرق غامضة. تقول الأساطير إن كائنات خارقة وأشباح تتجول في المنطقة. يروي الزوار سماع أصوات غريبة والشعور بأنهم مراقبون في الظلام. جزيرة الدمى، المكسيك. تقع جزيرة الدمى في المكسيك، وهي مليئة بمئات الدمى القديمة المعلقة على الأشجار، التي وضعها رجل لتهدئة روح ابنته. لكن الزوار يقولون إن الدمى تتحرك، وأنهم يسمعون أصوات همس في الليل.